مشاهدينا مشاهدي سي بي سي سفرة والأكيل، أهلا بكم في حلقة جديدة ومتميزة. ليه متميزة؟ مين فينا ما بيحبش البسبوسة؟ مين فينا ما بياكلش بسبوسة؟ سواء في رمضان أو في غير رمضان، كلنا في يوم أو في آخر لازم ندوق البسبوسة. من الحلويات المصرية المتعارف عليها جدا والمعروفة جدا، ده في ناس بتشتري بال5 كيلو وبال6 كيلو بسبوسة. طالما قلنا بسبوسة يبقى الأكيل هيدور على أشهر ناس بتوع بسبوسة. طبعا ممكن يبقى واحد مشهور بس مش عايز يصور، احنا هندور على اشهر ناس بتوع بسبوسه وعايزين يصوروا ويورونا الصنعه. واحد من الناس دي هو بوشبوش بتاع فيصل، هتلاقي كذا واحد. بوشبوش بتاع فيصل من اقدم الناس ومن اشهر الناس بتوع البسبوسه في مصر. تعال نشوف البسبوسه سر صنعتها ايه وطعمها ايه، ونكمل مع بعض الاكيل. وعشان ندوق البسبوسه لازم تعرف تعمل ازاي. انت شفت الخلطه بس ما شفناش سرها. هنقابل الشيف محمد عبده دلوقتي هيشرح لنا. محمد عبده زي المغني. ها قول لي يا عم محمد، البسبوسه معموله من ايه؟ بص حضرتك، باذن ربنا واخد بالك سميط وسمنه بلدي. سميط بسبوسه وسمنه بلدي ولبن وسكر وجوز الهند. جوز الهند ده الكيس الكبير اللي انا دلقته انا. الكيس الكبير. أوكي. المكونات حضرتك كيلو سكر، 2.5 سميط. واخد بال حضرتك. وكيلو سمنه. ولازم سمنه بلدي. لازم سمنه بلدي، البسبوسه بالذات سمنه بلدي. طيب انا اول مره اشوف بسبوسه بتتزوق بكريز. لا، في بقى في كريز وفي لوز وفي بندق، في كل حاجه. يعني مثلا بيجي زبون مثلا يقول لك عايز ايه بالكريز، في زبون مثلا يقول لك عايزها بالبندق، في يقول لك عايزها باللوز، في بالفستق. هي كذا نوع. طيب بتدخل الفرن قد ايه او درجه حراره ايه الاول؟ درجه الحراره بتاعتها حضرتك 230. 230 بتقعد قد ايه؟ 230 بتقعد ساعه الا ربع. اوكي بالظبط. بس انا لما دقتها كان طعمها حلو. دلوقتي ايه اللي ني فيها؟ احنا بندخلها الفرن بتحمر. نعم صح؟ نعم. هي دلوقتي ايه اللي ني فيها؟ اللي ني فيها السميطه طبعا واللبن والحاجه بتاعتها نيه. الخلطه بتاعتها بتخش الفرن وطبعا بتستوي. اوكي. طيب ايه اللي بيخليها مرمله يا عم محمد؟ اللي بيخليها مرمله السمنه البلدي. السمنه البلدي. يعني نقفش البسبوسه اللي مش معموله بسمنه بلدي. نعم. لان هي بتطلع معجنه. نعم. ما بتطلعش مرمله بالطريقه دي. بيبقى بقى مثلا في حضرتك بيدي ميه، في بيدي ميه، في بيدي مثلا نسبه لبن ونسبه ميه. انما البسبوسه الصح بتتحط كلها لبن وسمنه بلدي. طب انت كواحد خبير بسبوسه، نعم، في حاجه تانية غير الترميله بتاعت البسبوسه تقول لي؟ لا، البسبوسه بالذات هي عايزه السمنه البلدي. اوكي. السمنه البلدي. طب اعرف ازاي اذا كانت طازه ولا لا؟ طازه بقى حضرتك، ده هي بتطلع بقى البسبوسه بتاكلها طبعا، بتاكلها تلاقيها دايبه في بقك كده طريه، بتبقى طالعه يبقى كده دي طازه. لو بايته تلاقيها لو بايته بقى تلاقيها ماسكه في بعض. نعم. شكرا يا عم محمد.